بسم الله، ودايما بسم الله بتبقى اجمل بدايه. حد عايز حلويات من دمياط؟ شغل عالي. لما رحنا نادي السكه الحديد من فتره، وكل فتره بنروح ننور لكم على حاجه هناك، وانتوا شفتوا الزحمه. انا هنا فين بقى؟ هقول لك انا هنا فين دلوقتي. انا هنا في نادي التوفيقيه للتنس المهندسين، بس لسه ما دخلتش. احنا يعني لسه واقفين في الشارع، ولسه اصلا المعرض ما اتفتحش. وهوريك حجم الزحمه جوه عامله ازاي. يعني بص العربيات، بسم الله ما شاء الله. الشغل لسه جاي من دمياط هينزل. خد فكره، زي ما بيقولوا كده، خد فكره واشتري بكره. يلا بسم الله. ايوه الناس تجمع. عايز اوريك بس حاجه مهمه، خليك معايا ما تقفلش. انت لما بتقفل بترجع بعد كده تبعت لي رسائل: طب فين يا فنان؟ طب الاسعار ايه؟ طب العروض؟ طب الكلام؟ طب الحكايات؟ طب الروايات؟ ايوه كيمو مصر. حبيبي، الراجل ده بيقول كيمو مصر، حبيب قلبي. هنبدا، احنا لسه ما بدأناش. انا اعمل لك بص ريفيو النهارده عالمي. ما تقفلش البث ده، لو بتحب ربنا ما تقفلش البث ده. ولو مش مهتم بالبث اعمل شير دلوقتي عشان غيرك يشوفه، لان في ناس الدنيا مدغدغه معاها زي ما انتوا عارفين. والناس بتوع دمياط دول جايين المره دي حارقين اسعار. مش هقول لك، وهسمعك كل حاجه بنفسك دلوقتي. لسه المعرض ما اتفتحش، ولسه يعني لسه مصلين المغرب، ولسه الاذان العشاء. المفروض الافتتاح على الساعه 7 8. وبص بسم الله ما شاء الله، الناس جايه من بدري جدا. بص لسه بيدخلوا الشغل. فانا جاي بقول لك ايه، لما يجي لك مئات الرسائل على الصفحه الرسميه، كلها بتقول لك اشمعنى القاهره بس؟ طب الجيزه فين من العظمه دي؟ عشان كده نقابه صناع الاساس قررت من النهارده الاربع، النهارده اهو 7 فبراير لحد 16/2، احلى معرض والله يا جماعه، احلى معرض معمول للجيزاويه جوه نادي التوفيقيه. ايوه نادي التوفيقيه للتنس المهندسين. واحنا لايف اهو، لايف مع حضراتكم موجودين. هنوريك الشغل على الطبيعه عشان تيجي وانت مطمن تستفاد بالخصومات وخبره السنين. بعد ما حققنا يا جماعه اعلى نسبه حضور جماهيري جوه نادي السكه الحديد، والمعرض حرفيا قدم اقل سعر. والله بجد الكلام اللي انا بقوله ده اقل سعر وافضل منتج للمصريين. من الصانع للمستهلك بقى شعار يثق فيه ملايين. عامل ايه؟ سلم لي على الرجاله، الرجاله بتمسي على الفنان يا ابني. عاملين ايه يا رجاله؟ جبت السفره دي؟ جبت التحفه المعماريه دي؟ في تحف هنا يا جماعه بتحصل في نادي التوفيقيه للمهندسين. والله زي ما قلت لك كده، بعد ما حققنا اعلى نسبه حضور جماهيري جوه نادي السكه الحديد، والمعرض حرفيا قدم اقل سعر افضل منتج للمصريين. من الصانع للمستهلك بقى شعار يثق فيه ملايين. اللهم صل على النبي. صلوا على النبي يا جماعه كده في الكومنتات، اللي يخش يصلي على النبي. على مهلك، على مهلك شويه، خلينا نشرح للناس اللي موجود. لسه احنا مطولين معاكم في البث ده. تمام كده يا جماعه؟ زي ما بقول لك كده، من الصانع للمستهلك بقى شعار يثق فيه ملايين. وعلى رأي الهضبة عمرو دياب راجعين. ومن النهارده جوه نادي التوفيقية للتنس، أرقى أساس وموبيليا وملوك الصنعة بدمياط هم العارضين. بص اليمين وبصه يمين ولفه يمين ولفه شمال. هات لي الناس اللي قاعده دي، هات لي الناس اللي جت من بدري وقاعده مستنيه العروض والخصومات يا جماعه. كل اللي عشته بعيد عن شغل دمياط مش محسوب. اصل الناس دي حققت المعادله الصعبه، قربت المسافه ليك، وافضل شغل بمواصفات تخطف القلوب. ومن الصانع للمستهلك حقيقه خلت السعر اقل من اماكن كتير في مصر، وهو ده المطلوب. هنستناك جوه نادي التوفيقيه للتنس من دلوقتي، اليوم 16/2، جيزه مهندسين. من الصانع للمستهلك ومن نادي السكه للتوفيقيه للتنس، لاجل عيونكم موجودين. هتجدد عفشه او هتفرش بيتك او هتهادي حبايبك، تعالى المعرض والله هتمشوا مرضيين وفرحانين. وما تنسوش تسألوا عن العروض والخصومات المعمولة حصريا للمخطوبين وعلى الزواج مقبلين. خلي بالكم يا جماعة، لأن هم عاملين خصومات مضاعفة للعرسان. يعني أي حد كده هيتجوز أو خاطب أو بيجهز، تعالى مش شرط تشيل دلوقتي. لو في حاجة عجبتك احجز، والتنفيذ على مهلنا لو انت مش مستعجل على حاجه. بس هم بينجزوا في كل حاجه الصراحه. زي ما بقول لك، ما تنسوش تسالوا عن العروض
والخصومات المعمولة حصريا لمين بقى؟ للمخطوبين وعلى الزواج مقبلين. من الصانع للمستهلك، احنا عاملين نأكد على الجملة دي جامد قوي يا جماعة. من الصانع للمستهلك بمعرض أساس دمياط برعاية نقابة صناع الأساس. عظمة جاية من دمياط تفرح كل الناس. صناع الأساس فين بقى؟ جوه نادي التوفيقية للتنس المهندسين. والله يا جماعة يعني مش مبالغة، بقالي معاهم أكتر من 10 معارض بنور على شغلهم وبنور عليهم. بتوع دمياط بالظبط كده، اللي التراب بيتحول دهب في ايديهم. من ارض المعارض للشيخ زايد لنادي السكة الحديد، واخدها معاهم كعب داير علشان الكل يستفيد. والمرة دي راجعين بمعرض في نادي التوفيقية للتنس بشغل كله حديث وجديد. على مهلك يا ولا، على مهلك. من يوم 7 فبراير يعني من النهارده، حبيب قلبي يا عم الناس، من 7 فبراير جوه نادي التوفيقية للتنس بالمهندسين، ولحد 16 فبراير هتلاقونا موجودين من الصبح بالليل، مفيش اجازات. هنضرب نار اهو، هنضرب نار. هات لي الحتت اللي على اليمين دي وهات لي الشغل اللي على الشمال ودلع لي الناس شويه يا ابني. بقول لك هنضرب نار. دمياط في قلب المهندسين جايه تحط على الدولار، والحمد لله الدنيا بدأت تتحرك وهتتحرك والله الفترة اللي جاية. فتعال الحق الخصومات وأقل أسعار، وترجع زي ما بقول لك كده للجنيه قيمته بخصم يوصل ل 50%، وبكده هتشيل من هنا بأقل أسعار. عارف ليه؟ لا بجد مش عارف ليه. طب ما تسمعينا الصلاة عليه أفضل الصلاة والسلام. من المصنع أو من المصنع زي ما بيقول لك كده للمستهلك. وهنا بقى عظمة الكلام. معرض اساس دمياط في نادي التوفيقيه للتنس المهندسين. عروستنا ست الحلوين، وطبعا مستنيين حبايبنا السودانيين. ايوه حبايبنا السودانيين، والدعوه عامه للجميع. فرصه حلوه قوي، لان الناس دي فعلا باقل سعر بتبيع. همهم الاكبر تحقيق انتشار واسع وليس المكسب السريع. خش على السريع، ارجع كده تاني. عامل ايه يا حبيب قلبي؟ هات الراجل بيقول كلمه واحد بس. هات لنا الراجل بيقول كلمه واحد بس كده. حبيب قلبي تسلم. واخيرا هتجوز يما، وخريف الدنيا هيبقى ربيع. دمياط 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 نمبر 1. وقفل لي بقى على كل المواضيع. كل اللي هتحتاجوه لفرش البيت من اساس وموبيليات هتلاقوه في معرض اساس دمياط. اوض نوم وصالونات وركن وغرف اطفال وسفر، وكمان كراسي بتتفرد وتتلم، وكراسي هزاز. دمياط دمياط حلويات. دمياط موبيليا وحلويات وكل الحاجات. دمياط موبيليا وحلويات وكل الحاجات. الله يبارك لك. اوض نوم وصالونات وركن وغرف اطفال وسفر، وكمان زي ما بقول لك كراسي بتتفرد وتتلم وكراسي هزاز، وكل شيء للبيت يتعاز فقط من يد صناع دمياط للاساس لكل الناس العزاز. بصوا يا جماعه الزحمه لسه ما فتحناش والله، الناس لسه بتخلص الفرش. تعالوا بقى فرصه النهارده، الحقوا خصومات يوم الافتتاح. حبايبنا سكان بولاق وامبابه والوراق والزمالك والدقي وارض اللواء وميدان لبنان والعجوزه والمهندسين، وحبايبنا السوريين والسودانيين. افخم وارقى واقوى شغل جاي من دمياط لاحلى عروسين. بنلف كل مصر لاجل عيون المصريين، والمره دي جوه نادي التوفيقيه للتنس بمقره في المهندسين. من النهارده ولحد 16 فبراير بقول لك هتلاقونا موجودين من 11 الصبح ل 11 بالليل. يعني ايه جوه نادي التوفيقيه؟ بصوا يا جماعه قدام كده اهو النادي، يعني ده النادي اهو، ده النادي اهو. يعني حتى في باب للاعضاء يخشوا المعرض، وفي باب خارجي للي غير اعضاء والدخول مجانا. زي ما بقول لك كده من 11 الصبح ل 11 بالليل. معرض اساس دمياط مناسب لكل الامكانيات. معرض اساس دمياط متاح تشتري كاش، ومع البنك اختار اسهل نظام اقساط. معرض اساس دمياط زي ما الراجل قال من شويه احلى من الحلويات. ورساله النهارده ايه؟ طبعا عم كيمو بقى، ان في ظل الكعبله اللي العالم بيمر بيها والغلا والاستغلال اللي نسى الناس اساميها، كعبله خلت عرسان اليومين دول. خليك في الجزء ده اه. خلت عرسان اليومين دول زي ما بقول لك نسيت اساميها. عشان كده اول ما بشم ان بتوع دمياط جايين الجيزه او القاهره بطلع اعزم كل اخواتي على المعرض، لان الناس دي من زمان رافعين شعار ملناش في الاستغلال والافتراء. بيجيب لك المنتج من ايده لايديك، يعني اقل 30 40 50 60 70% من اي شغل في اي حته ممكن تشوفه عينيك.
ده غير ان شغلهم مضمون. لانه ايه بقى، دي المهمه برعايه نقابه صناع الاساس. افهموها بقى يا ناس، ده في مراجعه ومتابعه ولجنه جوده. بالظبط كده، مراجعه ومتابعه ولجنه جوده ولجان تقييم، عشان لما تيجي بنفسك تشوف الشغل تستوعب قد ايه انه شغل عظيم. وتاني تاني تاني بكرر المعلومة تاني، جوه نادي التوفيقية للتنس ملوك الشغلانة بتوع دمياط رجعوا الجيزة من تاني. يلا يا عم محمد، وانت يا حاج روماني وحبيب قلب الزول السوداني، هات خطيبتك سارة وهات حماتك الست ناني. من النهاردة اليوم 16 فبراير من الصبح لحد بالليل جوه نادي التوفيقية للتنس مهندسين متواجدين وبشغل مختلف جدا جدا. المرة دي نازلين زي ما حضراتكم شايفين. فجهز نفسك بقى وتعالى لو انت مهتم تجيب عفش يعيش شكل وجودة وإتقان وخامة تعيش، وسعر بأسعار اليومين دول مفيش. انزل نادي التوفيقية للتنس، مشي رجليك وقيم التجربة بنفسك. المعرض قدامنا سايبك حبيب قلبي، عامل ايه؟ جايلك. المعرض قدامنا سايبك زي ما بقولك، هيشرف بيك. الموضوع ده مهم ومنفعة للكل. ابعت لغيرك يمكن ربنا بعت له عن طريقك الحل، عشان معرض اساس دمياط وصناع المهرة دايما عندهم الحل. ان شاء الله العقدة على ايدهم بتتحل. سمعونا زغروطة بقى، سمعونا زغروطة. يا ابني هاتني يا ابني، انت جايب الناس. بقول لهم سمعونا زغروطة وفرقوا الشربات على باب المحل. والله يا ابني عرقت من المشي. هات كده، هات كده، عايز اقول للناس حاجة. بصوا يا جماعه، يعني انا اعتقد في البث دوت لخصت لك جزء كبير من اللي مش واصل لك. انا بقول لك من الصانع للمستهلك. يعني ايه؟ يعني الناس دي الشغل بيجي من ايديهم لايديك على طول، مفيش كذا ايد بقى وكذا معرض بيسلم معرض. فالدنيا حلوه، وعشان تعرف الدنيا حلوه بص على الناس الحلوه، بصوا على الناس اهو. لسه خلي بالك المعرض لسه بنقول يا هادي، لسه قاعدين زي ما بقول لك كده لحد يوم 16 ولا 17 فبراير، فالموضوع لسه. فعايز اقول لك فرصه، تعالى النهارده الافتتاح، عاملين خصومات بمناسبه يوم الافتتاح حلوه قوي، حلوه جدا، حلوه خالص يا جماعه. الاسئله بقى، في غرف اطفال، في كل حاجه. بقول لك في كراسي هزاز، تقول لي في غرف اطفال. الناس ده يا جماعه مش هتيجي كده وخلاص. الناس اللي جايه النهارده تشتري دي مش جايه كده وخلاص، لا. ليه بقى؟ لان نادي السكه مسمع جدا جدا، واللي راح نادي السكه وشاف شغلهم فبيجي هنا. عايز اقول لك انت اسال على الشغل ده بره، هتلاقي هم عاملين هامش ربح بسيط، لان هم برضو النقابه بتبقى مدعومه من الدوله، والدوله كلها بتدعم فكره ان الصنعه تستمر وتقوم والدنيا تتحرك زي ما انتم شايفين. ان شاء الله اللي جاي احلى. عجباني الزحمه، بسم الله ما شاء الله. يلا حلو كده على البث المباشر ده، واعمل لكم ريفيو تاني كده وابقى انزله لكم على الفيسبوك والتيك توك. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله.